بزاف ديال الناس سمعوا هاد الأخبار ديال أن الدولة غادي تفرض ضريبة على الناس اللي خدامين في الإنترنت. دوك الناس اللي كيدخلوا داك الفلوس او هادوك ديال المحتوى ديال اليوتيوب وديال الفيسبوك اللي كيبيعوا في الانترنت كانوا كيدخلوا اموال باهظه، يعني 30% خاصها تقطع من المنبع. يعني ما يمكنش واحد الانسان كيبيع يشري في الانترنت وما يخلصش الضريبه. بحال صناع المحتوى ولا صحاب التريدينغ ولا حتى اللي خدامين في الاي كوميرس ولا اي دخل من الانترنت غادي تاخد فيه الدولة 30%. فمثلا انت دخلتي 500 درهم من الانترنت غادي تاخد منها غير 300 درهم. ولكن واش بصح صناع المحتوى كيدخلوا الفلوس بزاف؟ قبل ما نبداو بغيت نقول لكم شكرا بزاف على السيبورت ديالكم. الصراحه ما كنتش متوقع هذا السيبورت كامل، فشكرا بزاف. وسموحات على التعطيله. فراه هذا الفيديو كان غادي يتحط قبل 4 ايام، ولكن منين دويت على الانترنت اخر فيديو مشى لي الويفي، تخيل. المهم احنا رجعنا وغادي نحاول ما نبقاش نتعطل بزاف ونخليكم مع الفيديو كيف ما قال السي خونا. المهم راكم عارفين سميتو، قال لك يا سيدي حنا صناع المحتوى كندخلوا الاموال البايضه. اي واحد فيتقلب في هادشي ديال الخلاص ديال صناعه المحتوى في المغرب غادي يكون عارف باللي اكثر دوله عيانه في الخلاص هي المغرب. انا غادي نشرح لك علاش. عند دابا الاعلانات ولا المعلنين اللي كيخلصوا يوتيوب باش يحطوا الاعلان ديالهم في الفيديوهات ديالك ما كاينينش في المغرب اصلا. اعلانات قليل بزاف عكس امريكان ولا اوروبا، كاينين بزاف ديال المعلنين. داكشي علاش كيكونوا كيتخلصوا اكثر وكثر بزاف. خاصك تعرف بعدا كيفاش صناع المحتوى كيتخلصوا من الفيديوهات. كاينين جوج طرق هما اللي مشهورين بزاف. الطريقه الاولى واللي هي جوجل ادسنس، يعني كل 1000 فيو جبتي كتاخد عليها واحد الثمن، وهذا الثمن كيختلف من محتوى لمحتوى. فمثلا في المحتوى ديالي انا ما كتفوتش داك $1 اي 10 دراهم 10 دراهم في 1000 فيو. هادشي الا كان شي محتوى غابر مثلا بحال ديالي، ولكن الا كان داكشي ديال الرياكشن وداكشي اللي كنشوفو في المغرب بزاف راه تقدر تكون حتى 5 حتى 3 دراهم في 1000 فيو. 5 دراهم ولا 3 دراهم. وانا كيسحب لك راني كنبالغ، وراه تقدر تمشي وتقلب وتعرف كل شيء. مثلا لنفترض انك دخلتي 500 درهم من يوتيوب، الدوله غادي تاخذ ليك منها 30%، غادي تبقى ليك انت 300 درهم. البنك غادي تاخذ ليك شي 10% ديال لي فري، وزيد عليها حتى الضريبه ديال الامريكان. يعني اش غيبقى لك انت؟ والطريقه الثانيه اللي كيدخلوا بها صناع المحتوى الفلوس هي السبونسور ديال الفيديو. مثلا كتجي شركه كتقول لك غادي دير لنا اشهار مقابل شي ثمن معين، وهي باش تعرف ديك الهضره اللي كيقول لك صانع المحتوى على الشركه راه سكريبتد، يعني راه واحد تكست كاتبينو الشركه وهو غير كيقرا قدام الكاميرا ذاتس ات. وكاينين طرق اخرين بحال الدونيشن، ولكن هاد الطرق ما خدامينش في المغرب. هذا القانون قال لك في البدايه ديال 2025 غادي يطبق، واللي هربوا لي انا ديال بصح هو ان المغاربه فرحانين بهذا القرار. واللي مشى حتى طبق هذا القرار انا كنظن باللي صناعه المحتوى ولا الخدمه في الانترنت غادي تنقرض في المغرب، حيت راه ما يمكنش يكون هذا الشيء بصح. وما كاين حتى شي تعويض. مثلا هي نحطوا ديك 30% في الضريبه، اوكي قدوا لينا غير الكونيكسيون ولا ديروا شي ايفنت ديال صناع المحتوى بحال اللي كنشوفوا في السعوديه وشحال من دوله اخرى اللي كتعاون صناع المحتوى بزاف ودايره ليهم في الضريبه غير 5%. هذا القرار غادي يخلي المغاربه يهربوا من البلاد من الاخر. وشكون اللي فرحانين بهذا القرار؟ لا يجي يوما غيرهم. هما اللي كتلقاهم كيتفرجوا في داكشي ديال الروتيني اليومي ومنايمه وديك اللايفات ديال تيك توك اللي ما فيهم ما يتشاف. هادشي راه ما خصناش نسكتوا عليه، خاص كلشي يدوي. اي واحد خاصو يدوي على هذا البلان، حيت راه الا بقينا ساكتين غادي يتحكموا فينا كيف ما بغاو. المهم هادشي اللي كاين في الفيديو، كنتمنى ما نخسرلكش نهارك، حيت راه هادشي كيضر في الخاطر ديال بصح. وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي معاك شي سبسكرايب. كان معكم الموت شو، نلقاو فيديو جديد.